الحكم أشرف بن شرقي، عبد العظيم خضروف، وويليام جبور. والتشكيل الرسمي للوداد: كابودلا، نجيد بدر الدين بن عاشور، مرتضى فال، أنس المرابط، جماليت بنيدر، وليد الكارتي، أنس الأصبحي، وأيمن حسوني. فيما فريق المغرب التطواني يدخل هذه المباراة بعناصر رسمية. المدرب سيرخيو لوبيرا يعتمد على محمد اليوسفي، المهدي الخلاطي، محمد أبرون، حمزة حجي، حمزة المساوي، نصير الميموني، عدنان بوموس، زيد كروز، زوير نعيم، ياسين الكحال، وناس جبرون. كابودلا، نجيد كل من عدنان العاصمي، عبد المولى الغروس، محمد التسولي، سفيان يخلف، أسامة الضوي، سلمان ولاد الحاج، ومحمد المكعازي. في مباراة يقودها الحكم الدولي السيد رضوان جيد، يساعد الحسن أزقاو وعبد الواحد حماد. رضوان جيد الذي كان حاضرا في كأس افريقيا الاخيره التي انتهت بالغابون، والتي سجلت تفوق وتتويج الاسود الغير مروضه منتخب الكاميرون بقياده هوغو بروس، الذي فاجأ الجميع والذي اعلن نفسه عريسا لكره القدم الافريقيه بعد فوزه في المباراه النهائيه للحدث الافريقي امام المنتخب العربي المصري. لحظات وتنطلق المباراة بين الوداد والمغرب التطواني، والبداية بقراءة سورة الفاتحة. قراءة سورة الفاتحة كانت ترحما على إحدى الأطراف المتداخلة في هذه المباراة. لم نتوصل بأي معلومة بخصوص هذا الموضوع، على أي إنا لله وإنا إليه راجعون. كما قلت، واحدة من المباريات الهامة بين حسين عموتة، رجل الذي يقود اليوم الوداد والذي يسعى لاستثمار خبرته الوطنية المحلية والقارية، والذي قاد الفتح الرباطي للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وقاد نادي السد للتتويج بلقب الدوري القطري وكأس سمو أمير قطر. رجل يمتلك من الخبرات ما يكفي لقيادة الوداد نحو الظفر بتتويجات وألقاب تليق بمقامه وب ربما قيمته كنادي غاب عن منصات التتويج في السنتين الأخيرتين، لكن يسعى هذه المرة للتتويج بلقب البطولة الوطني، ولو أن المهمة تبدو صعبة وصعبة جدا في بتنافس رهيب بين نوادي الدفاع الحسني الجديد والرجاء الرياضي ونوادي أخرى أعلنت نفسها مرشحة وبقوة للتنافس على اللقب. كرة في التماس، حمزة حجي في تنفيذ تماس للمغرب التطواني، عدنان بوموس يعيد الكرة في خط الدفاع، أسامة الخلاطي أو مهدي خلاطي رقم 6 المدافع الأوسط رفقة محمد أبرون. هذه كرة ممتازة جدا للوداد، وكان خطأ أول في هذه المباراة. الحكم لن يتردد في الإعلان عن ضربة خطأ لمصلحة فابريس أوندامان جيسي، اللاعب الكونغولي. يوم بعد آخر يزداد تألقا ويستعيد ربما قيمته كواحد من افضل اللاعبين الاجانب اللي عرفتهم البطوله الوطنيه خلال ال 15 و 20 سنه الاخيره. فابريس أوندامان له وزن وقيمه كبيره في المنظومه التقنيه لنادي الوداد ولحسين عموت، الذي يضع الثقه في يد الرجل رفقه ويليام جبور لقياده هجوم الوداد، دون ان نغفل عن اسم قادم وبقوه هو اشرف بن شرقي. شرطا يواصل اجتهاداته وشرطا لا يحس بالنجومية في سن صغيرة، لأنه يمتلك من المؤهلات ومن الإمكانيات ما قد يجعل منه واحد من أبرز اللاعبين في البطولة الوطنية خلال السنوات المقبلة. أشرف بن شرقية ومحمد ونجم يحملان الخطر للمنطقة الدفاعية للمغرب التطواني. بدر قادرين وأشرف بن شرقي من سيتكفل بمهمة التنفيذ. كرة في منطقة الجزاء مبعدة، تتحول من جديد من إبراهيم النقاش، إبراهيم لويليام جبور اللاعب الليبيري، تغطية موجودة، تتحول للحارس زويل العروبي، حارس بخبرات كبيرة في الملاعب الوطنية، رجل وكأنه في ريعان شبابه اليوم، ينال ثقة المدرب حسين عموتة بإشارة من نادي المغري الذي يشرف اليوم على تدريب حراس مرمى الوداد. كانت لمسة يد من عبد العظيم خضروف الذي يواجه رفاق الأمس.
الحكم يأمر باستمرار اللعب. كرة في التماس لحمزة حاجي للمغرب التطواني، وتنبيه من حكم المباراة للطاقم المساعد للمغرب التطواني يطالبهم بالهدوء. كان هناك احتجاج على قرار الحكم. مشات كرة في التماس من حمزة حاجي، وصل كرة من جانبنا أنس جبرون لاعب خط الهجوم، لاعب المنتخب الوطني الأقل من 19 سنة. مشات كرة من جديد ودادية. مباراة تليق بحضر كبير بين الوداد والمغرب التطواني. ستتضح الرؤى وستتضح النوايا تدريجيا. هذه كرة من زيد كروش، ممتاز زيد، كان بالإمكان أن يكون أفضل مما كان في الكرة الماضية. المغرب التطواني وزيد كروش، كرة في دار المدافعين كان بإمكانها أن تمنح الهدف الأول في هذه المباراة للمغرب التطواني المساند بالهدف من مناصري في هذا الموعد. ممتاز زيد كروش، لعب كورته لكن كانت عودة موفقة في الكرة الماضية لأمين العطوشي. ضربة زاوية للمغرب التطواني الذي يبحث عن بلوغ الهدف الأول في هذه المباراة، والذي يلعب أمام مناصري، والذي لم يتجرع بعد ألم الخسارة برباعية أمام أولمبيك خريبكا. أشرف بن شرقي عنده محمد ونجم الذي انطلق وحيدا، ونجم شو نجم لوحده، ونجم ممتاز جدا من الضفة اليسرى، ونجم هذه إمكانية وفرصة أولى في المباراة للوداد ممتازة جدا. ويليام جابور، ويليام جابور اللاعب الليبيري سليل عائلة جورجوية الشهيرة يسجل الهدف الأول في هذه المباراة. كرة من صناعة أشرف بن شرقي، هذا العبور محمد نجام، والختم واي ختم كان للاعب الليبيري ويليام جيبور، اللاعب الذي يجيد التعامل مع الكرات في منطقة الجزاء. حس هدفي راقي لهذا اللاعب الليبيري الذي يتمكن من تسجيل الهدف الأول، لكن العمل كل العمل، الإشادة كل الإشادة، والتوفيق عبر اللاعب محمد نجام. تصبح النتيجة هدف ل0 ميدان أشرف بن شرقي، والهدف للاعب الليبيري ويليام جابور هداف البطولة الوطنية. الانتداب المميز للوداد، لاعب مع قدوم مقدم الإضافة. مشات كرة الوداد من الجهة اليمنى، حكم يمنح امتياز اللعب للمغرب التطواني الذي يجد نفسه مطالبا بالبحث عن هدف التعادل خلال الدقيقة الرابعة. استقبل هدف سيرخيو لوبيرا، هذا المدرب الإسباني الذي يعرف جيدا قدر لاعبيه ويعرف جيدا قيمة لاعبيه في هذه المباراة. المغرب التطواني اليوم أكيد أنه عانى كثيرا خلال المباريات الأخيرة في البطولة الوطنية، لكنه يبحث عن تجاوز أخطائه وتجاوز عثراته الكثيرة في بطولة هذا الموسم، والذي غير جلده بشكل كبير في السنتين الأخيرتين رفقة سيرخيو لوبيرا. منح الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب من أبناء النادي من يتواجدون اليوم في بنك البدلاء. كرة تطوانية، والحكم يمنح ضربة خطأ للطرف المستضيف اليوم نادي المغرب التطواني. يلقبونه بمدرسة الفنون الجميلة، والذي توج بلقبين للبطولة الوطنية للدوري الاحترافي لكرة القدم. مدرسة قدمت أسماء كثيرة في مختلف التخصصات الفنية، في النحت والرسم الفني والطباعة والتصوير، لكن خلال هذا الموسم المدرسة اضطرت لأن تستعين بلاعبين صغار في السن وفنانين صغار سيكتسبون الخبرات مع مرور الوقت لكي يصنعون جزءا آخرا من أمجاد المغرب التطواني الذي توج بلقبين للبطولة الوطنية، وهو الأمر الذي لم يأتي من فراغ بل نتيجة عمل كبير كان يقود رجل محترم اسمه عزيز العمري. المغرب التطواني في أمس الحاجة اليوم للصبر. مشات كرة من حمزة حجي، وصل كرة نصير الميموني، الاستلام من الطرف الأيمن لياسين لكحل، لكن بادر قادرين يأخذ مكانته من الجهة اليسرى لخط دفاع الوداد. واحد من أبناء الوداد الرياضي يشغل مهمة مدافع يسار عدنان بوموس. بوموس عنده محمد أبرون، بوموس في خط دفاع عماد الخلاطي لزوير نعيم عبر زيد كروش. دينامو الفريق، العقل المدبر، الفكر الهجومي الذي يتضح عبر قدم هذا الرجل زيد كروش. عنده عدنان بوموس، فضل تمرير الكرة بشكل ممتاز جدا اتجاه زوير نعيم هذه المرة.
والحكم يأمر باستمرارية اللعب للحارس زهير العربي. أنس جبرون في غياب حمزة بورسوق الذي يغيب عن هذه المباراة بشكل ما بينه وما بين مدرب الفريق سيرخيو لوبيرا. حمزة بورسوق الذي يظل واحد من المهاجمين الجيدين في البطولة الوطنية، لكن خيارات المدرب سيرخيو لوبيرا اسقطته من ورقة هذه المباراة. عبد العظيم خضروف، ابراهيم النقاش للحارس العربية. 8 دقائق الأولى من هذه المباراة والنتيجة هدف لصفر للوداد. الوداد الذي يسجل الهدف الأول في الدقيقة الرابعة لم ينتظر كثيرا لكي يعلن عن جزء من طموحاته في هذه المباراة. الوداد الذي يزداد عليه الضغط في الجولات الأخيرة بحكم المستوى الجيد للدفاع الحسني الجديد والرجاء، وهي النوادي التي تنافس وبقوة على لقب البطولة الوطنية. هذا عبد العظيم خضروف وصل كرة ابراهيم النقاش، رجل الارتكاز اتجاه بدر قادرين، لكن الكرة في تماس المغرب التطواني. ضغط على حامل الكرة وتضييق الخناق على دفاع الوداد الرياضي. حسين عموتة يعرف جيدا صعوبة هذه المباراة ويعرف جيدا طبيعة المباريات في البطولة الوطنية. تألق في البطولة كلاعب، كان هداف ممتاز جدا في الدوري القطري، وكان قريبا من التتويج بلقب البطولة الوطنية في فترة سابقة لما درب الاتحاد الزموري للخميسات، لكن في الجولة الأخيرة الجيش الملكي هو من أعلن نفسه بطلا للبطولة الوطنية. حسين عموتة لا زال لم يتجرع مرارة تضييع اللقب في الجولة الأخيرة، لكن هذا لا يمنع الزموريين من الافتخار كثيرا بابنهم البار حسين عموتة. وحسن مومن معا اشتغل كثيرا رفقة الاتحاد ورفقة الفتح الرباطي. كرة في خط وسط عبد العظيم خضروف، لعب تجاه اشرف بن شرقية، تتحول كرة من جديد عدنان بوموس مع ويليام تشابور. حكم يأمر بمواصلة اللعب بلقى خطأ للمغرب التطوانية. ياسي لك حل، حمزة حجي يعيد الكرة لمحمد اليوسفي الذي يستعيد مكانته كرسمي مكان عدنان العاصمي في الأربع والخمس جولات الماضية. محمد ونجم، ونجم ممتاز، ونجم كانت انطلاقة لفابريس اونداما نقاسية، عبد اللطيف نصير، نقاسي اونداما، محمد ونجم، مشات الكرة والحكم يمنح الخطأ للوداد. سيرخيو لوبيرا على أعصابه في هذه المباراة، ممثلا للمدربين الأجانب في البطولة الوطنية، البطولة التي أصبحت إلدورادو للمدربين الأجانب في السنوات الأخيرة. إلدورادو جزيرة الذهب التي أثارت مداد وفضول عدد من المكتشفين في السنوات الماضية. البطولة الوطنية أصبحت إلدورادو للمدربين الأجانب. الإسبان لم يؤكدوا حضورهم كثيرا في البطولة الوطنية خلال الستينيات أو السبعينيات أو الثمانينات أو حتى الألفية الحالية. ربما أبرز رجل ممكن أن نشهد له بالكفاءة هو المدرب الإسباني الشهير باريناغا، المدرب السابق للجيش الملكي، الرجل الذي سجل أول هدف في تاريخ ملعب سانتياغو برنابيو، الرجل الذي قاد المنتخب الوطني في كأس إفريقيا لسنة 1972 إن لم تخني الذاكرة. ينضاف ل باكو فورتيس ولبينيتو فلورو، كلهم مدربين إسبان دربوا في البطولة الوطنية، لكن سيرخيو لوبيرا يتمنى أن يدون اسمه بأحرف من ذهب كمتوج رفقة المغرب التطواني، والذي يدربه لما يقارب سنتين ونصف، ويبحث هذه السنة عن تشكيل فريق قادر على مقاومة كل الضغوطات التي قد تعصف به وبلاعبيه بعيدا عن قائمة المرشحين للعب أدوار الرياضة في البطولة الوطنية. خطأ من بدر قادرين في حق ياسيلك حل. 12 دقيقة بالتمام والكمال والنتيجة هدف لصفر. كرة في خط دفاع محمد أبرون، مادي الخلاطية وصل كورتو حمزة المساوي من الطرف الأيسر. الوداد مصعب كثيرا المأمورية على فريق المغرب التطواني، خصوص ثلاثي خط الهجوم محمد ونجم، فابريس نقاسي اونداما، وكذا اللاعب ويليام جابور، دون أن ننسى الدعم القادم من أشرف بن شرقية. هذا ياسين لك حل، ياسين احتفظ بكرته، ياسين لك حل، الحكم يأمر مواصلة اللعب. أشرف بن شرقي ضاعت منه، مشت من حمزة حجي، لكن في تماس المغرب التطواني ما يقارب 2000 مناصر بملعب لايبيكا، بملعب سيريا ترمال بمدينة تطوان الذي يحتضن هذه المباراة.
الكل أجمع على أنها قمة قمم هذه الجولة من البطولة الوطنية. كرة من ياسين الكحل يبحث عن خيار في الخطر أمام دزوير نعيم، ممتاز جدا. أنس جبرون ينتظر الدعم، جبرون يلعبها، لكن تدخل عبد العظيم خضروف، واحدة من أصعب الكرات للمغرب التطواني خلال الربع ساعة الأولى. مغرب التطواني لا يقف مكتوف الأيدي بدوره، يبحث عن هدف في هذه المباراة، الهدف الذي لن يتأتى إلا بصعوبة بالغة للوداد ولا للمغرب التطواني، لأنه الأمر يتعلق بفريقين بإمكانهما التسجيل في أي لحظة. مدخلات نصير الميموني للعميد رجل الخبرة محمد أبرهن، تصل عدنان بوموس لعب كورتو من الطرف الأيمن حمزة حجي، حمزة ممتاز جدا، لكن التغطية من أمين عطوشي الممثل الوحيد للبطولة الوطنية في كأس إفريقيا الأخيرة بالمنتخب الوطني. يتحدث لأنه كان تمثيليا لاعبين آخرين في منتخبات أخرى كالتوغو وبوركينا فاسو، يوسف دايو والمهاجم لابا مهاجم النهضة البركانية، لكن البطولة الوطنية واللاعب المحلي كان ممثلا باسم أمين العطوشي الذي لازم بنك البدلاء فقط ولم يشرك في أي من المباريات الأربعة للمنتخب الوطني أمام التوغو وأمام الكوت ديفوار، دون النغفلة عن المباراة الكونغو الديمقراطية والمباراة التي لن ننساها بسرعة أمام المنتخب المصري. ما يدفع اليوم النوادي الوطنية لاستثمار كثيرا في لاعبيها لتحضير لاعبين من المستوى العالي للمنتخبات الوطنية. لا أنقص من قيمة لاعبي البطولة الوطنية، لكن بكل أمانة وبصدق لازم الاشتغال كثيرا من الناحية الذهنية ومن الناحية البدنية ومن النواحي التكتيكية على مستوى التكوين ومستويات أخرى إن أردنا فعلا تشكيل منتخب وطني مشكل من لاعبي البطولة الوطنية خلال السنوات المقبلة. لما تشوف منتخبات كمصر وكتونس بالخصوص يعتمدون على نسبة تفوق 70% من منتوج المحلي، هنا اكيد ممكن نقول انه كاس افريقيا فرصه لتسويق اللاعب المحلي، لكن عندنا في المغرب الاعتماد بشكل كبير على اللاعبين المحترفين في القاره الاوروبيه. الفضل يعود له، ممتازه هذه من انس جبرون انس كان بامكانه ان يسجل الهدف في زمن الحديث عن اللاعب المحلي. يظهر الصغير انس جبرون امام رجل الخبره، امام الخبير زويل العروبي الذي يتدخل ببراد ممتاز جدا لإبعاد الخطر عن مرماه. كرة في خط دفاع من نصير الميموني، ويليام جبور، والخطأ للمغرب التطواني. المغرب التطواني يحن لزمن البطولات اليوم. المغرب التطواني لن يقبل بالسقوط مرة أخرى، لأن السقوط برباعية أمام أولمبيك خريبكا كانت نتيجة صعبة جدا لم يتقبلها لا لاعبو المغرب التطواني ولا تقنيو ولا مسيرو ولا حتى جماهير مدينة تطوان العاشقة لناديها، العاشقة لكرة القدم الجميلة، كيف لا، وهي التي تستمتع والتي تدين بالولاء لعدد من النوادي العالمية الكبرى بالخصوص في الدوري الإسباني، FC برشلونة وريال مدريد. ولو أن برشلونة انهزمت برباعية في مباراة أمام باريس سان جيرمان، ما يظهر أن الجودة والكفاءة تظهر في 90 دقيقة رغم المستوى الكبير لنادي FC برشلونة، رغم اعتبار برشلونة واحد من أبرز النوادي وهذا الجيل من أبرز الأجيال التي تقدم كرة قدم جميلة، إلا أنها انهزمت ب4-0 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، ما يوضح أنه خارطة كرة القدم تتغير بين يوم وآخر، والقوى القادمة في صمت ممكن أن تحكم كرة القدم العالمية خلال الأشهر القليلة المقبلة. لن نتفاجأ إن تابعنا اسم جديد يفوز بدوري أبطال أوروبا أو بدوري أبطال إفريقيا وحتى دوري أبطال آسيا. ضربة خطأ تطوانية، ياسين الكحل، عدنان بوموس. مغرب تطواني كان قريب في كرتين من تسجيل هدف في حضور محترم جدا للحارس سويل العربي. عدنان بوموس القادم من الدوري الفرنسي، ياسين الكحل العائد من تجربة رفقة الوداد، معا من أجل العبور نحو مرمى الحارس سويل العربي. ياسين الكحل في التنفيذ، كرة سدد وتدخل الحارس زويل العربي. زويل العربي يتدخل بكفاءة عالية ويبعد كرة كانت صعبة جدا لياسين الكحل الذي كان قريبا من تسجيل الهدف من كرة ثابتة. ضربة زاوية تطوانية زيد كروش في تنفيذ الزاوية للمغرب التطواني، تلعبت ممتازة جدا بالراس، هذا اللاعب ويليام تشابور في مهمة دفاعية هذه المرة.
الوداد بعد تسجيل للهدف في الأربع دقائق الأولى تراجع نسبيا. هذا أمر تعودناه في عدد من مباريات البطولة، لما يسجل نادي هدف في الدقائق الأولى بقدر ما ممكن اعتبره انه حافز للاعبين لتقديم الافضل وتسجيل اهداف اخرى، بقدر ما يكون ربما عائق امامهم لتجاوز هذا الحاجز الذهني الذي يتشكل بهدف يجي في الدقائق الاولى من المباراه. ضربة زاوية للمغرب التطواني، مغرب التطواني الذي يحتكر الكرة والذي يبحث عن الحلول والذي يبحث عن الوصول والعبور نحو مرمى الحارس زويل العروبي. نقترب من انقضاء الساعة الأولى من المباراة، والنتيجة يا سادة الكرام هدف لصفر للوداد. تلعبت كرة ضربة زاوية ممتازة بالراس، كان صعود عدد من اللاعبين، ما زال الإمكانية كرة تسدد لفريق المغرب التطواني، لكن أشرف بن شرقي أشرف مع لاعبين والكرة مشات في التماس للمغرب التطواني. عدنان بوموسع، كرة من حمزة حجية، محمد آبرهن، استلام نادي الخلاطي. جماهير المغرب التطواني التي تساند ناديها رغم تخلفه في النتيجة بهدف لصفر. حمزة حجية، زيد كروش، ممتاز زيد. حمزة حجي لعدنان بوموس، وصل لمحمد آبرهون، الوداد يدافع بأكبر تمثيلية من اللاعبين ما يهم حسين عموتة اليوم ونقاط الثبات، لأنه ما يسأل عليه أي مدرب وأي إطار تقني في البطولة الوطنية نتائج. لما تسأل أي من المدربين الأكثر أهمية أن تفوز بمباراة أو أن تمتع، أكيد أن الإجابة تكون من دون تردد النتيجة من تشفع لي بمواصلة العمل وبالاشتغال في هدوء. الوداد الذي يعيش ضغط من نوع خاص والمطالب بالفوز باللقب شأنه شأن نوادي أخرى. جماهير الوداد لن ترضى باللقب بديلا، ولن ترضى بلقب دوري ابطال افريقيا ايضا بديلا هذه السنه بعدما ضاع بجزئيات بسيطه امام نادي الزمالك المصري رغم المباراه البطوليه بالمجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بقياده المدرب السابق دو سابور. ضربة زاوية للمغرب التطواني ربما هي السادسة في ما يقارب من 20 دقيقة. كرة في منطقة الجزاء، خروج زويل العروبي، ياسيل كحل، تحضير الكرة شرب الشرقي، اتجاه نقاسي اونداما، لكن التغطية ممتاز ونجم مشى بكورته، ونجم كان تسلل لفابريس اونداما، متسلل فابريس اونداما ما كانش إمكانية لونجم يمرر له، مشى الكرة ونجم حاول يراوغ والحكم ينصف في الكرة الماضية ويمنح ضربة خطأ للوداد الرياضي. محمد أوناجم القادم من جبال الأطلس، من شباب أطلس خريفرة، ليصنع له اسما كبيرا في البطولة الوطنية. محمد أوناجم يأخذ الثقة تدريجيا من المدرب حسين عموتة الذي يساعد هداف سابق للبطولة الوطنية وللمنتخب الوطني رشيد بن محمود. رشيد اللاعب الدولي السابق الذي يشغل مهمة مدرب مساعد في منادي المياغري، يشغل مهمة مدرب حراس مرمى، والمعد البدني عبد اللطيف. هذا هو الطاقم التقني الذي يقود الوداد برئاسة هذا الرجل حسين عموتة. نظرة تقنية لحسين تميز عن عدد من الأطر الوطنية. ابن الخميسات يبحث عن قيادة الوداد نحو الألقاب، فيما سيرخيو لوبيرا ابن ساراغوسا الإسبانية أكيد أنه في وضع لا يحسد عليه تماما بعدما تكالبت عليه ظروف كثيرا في المباريات الماضية. كرة في منطقة الجزاء، خضروف، كرة مبعدة، ياسيل كحل، تتحول من جديد للوداد في التماس. - 23 دقيقة، هدف لصفر للوداد. كرة من الطرف الأيمن من أمين العطوشي الذي يلعب في خط دفاع رفقة يوسف رباح في انتظار عودة مرتضى فال اللاعب السنغالي الذي كانت بدايته في فريق المغرب التطواني والذي
كان يلعب لفئة أمل المغرب التطواني قبل أن يتسلق درجات ليصبح واحدا من أبرز المدافعين الأجانب في البطولة الوطنية. أسد تيرانغا، مرتضى فال، ضربة زاوية للوداد الرياضي بعد مرور 24 دقيقة من اللعب. النتيجة هدف لصفر. الكرة الثابتة قد تحدث الفارق في هذه المباراة. كرة من بدر قدرين في تنفيذ ضربة زاوية. بدر لعب كورتو، خروج محمد اليوسفي، مازال الإمكانية لكن التغطية من الدفاع التطواني، والحكم يمنح ضربة خطأ للمغرب التطواني ضد أشرف بن شرقي. أشرف بن شرقي الذي كان حاسما في المباريات الأخيرة للوداد وسجل أهدافا تساوي ذهبا من جيل منتخب الشباب والأولمبي بقيادة حسن بن أبيشة الذي لم يوفق في بلوغ دورة الألعاب الأولمبية. كان جيل مميز من اللاعبين، كان يضم أشرف بن شرقي، وليد الكارتي، ورضا لاجوج الذي يصنع اليوم أفراح نادي عجمان في البطولات الإماراتية. الوداد القح الذي يعشق الوداد إلى حد النخاع، لاعب بأخلاق عالية رضا لاجوج، أتمنى له كل التوفيق في الدوري الإماراتي لكرة القدم. لاعب ذو كعب عالي، سجل هدفين في الجولة الحالية لدوري الخليج العربي. ضربة خطأ للمغرب التطواني. نستعد لدخول الثلث ساعة الأخيرة من الجولة الأولى. حمزة حجي وكرة ثابتة أخرى للمغرب التطواني. الهدف بلوغ التعادل وما نيل المطالب بالتمني، وإنما تؤخذ الأهداف بجهد جيد وباستثمار القدرات والمؤهلات. هذه كرة تطوانية في القائمة الثانية. خروج الحارس زهير العروبي يتسيد منطقة الجزاء، واحد من شيوخ حراسة المرمى في البطولة الوطنية ده أشرف بن شرقي. أشرف بن شرقي مازال الإمكانية ومازال الكرة ودادية. محمد أوناجم، محمد أوناجم لعب كورته في منطقة الجزاء اتجاه فابريس اندامانغيسي، والحكم يقول واصلوا اللاعب يا سادة يا كرام. لا وجود للخطأ في الكرة الماضية. الانطلاقة التطوانية. عدنان بوموس، بوموس ينتظر الدعم عنده أنس جبرون، فضل تمرير الكرة في خط الوسط نصير الميموني، هو من يتحكم في إيقاع هذه المباراة. نصير لعب للجهة اليسرى حمزة الموسوي، كرة تطوانية والانطلاقة تطوانية من الجهة اليسرى. حكم يقول لا وجود للخطأ. واصلوا من فضلكم اللعب، لا وجود للخطأ في الكرة الماضية لويليام جيبور ابن مونروفيا. الهدف الليبيري للوداد، لاعب ممتاز جدا. ليبيريا التي تفتخر كثيرا بابنها البار، لاعب الاسطوري جورج ويا نجم اي سي ميلان الايطالي، افضل اللاعبين الافارقه في التسعينيات القرن الماضي. اليوم ويليام جيبور يبحث له عن مكان في اكبر وفي اعتد واقوى النوادي الاوروبيه عبر بوابه الوداد الرياضي، والمعار من نادي من نوادي الدوري البرتغالي. نعم، لكن اليوم يبحث عن مكان له بين كبار الانديه الاوروبيه مرورا بمحطه الوداد. بدر قدرين يتلقى البطاقه الصفراء. رضوان جيد الذي قاد مباراة واحدة في كأس افريقيا الأخيرة بين السنغال وزيمبابوي لم يكن مخطئا. اليوم يعود البطولة الوطنية. كرة من ابراهيم النقاش، فابريس اندامانغيسي. غيابات مؤثرة في صفوف الوداد، أبرزها لرجل الخبرة للاعب الممتاز صلاح الدين السعيدي. غياب أيضا تشيسوم شيكاترا قرناس، غياب أمعنان المصاب أيضا في مباراة سابقة للوداد. غيابات جد مؤثرة، خصاص يبحث عن تجاوزه والمدرب حسين عموتة. إبراهيم النقاش، جلاد خط وسط الوداد محمد أوناجم. انطلاقه من أوناجم يبحث عن التوغل في منطقة الجزاء. أوناجم ممتاز، أوناجم
بالإمكان مرة أخرى أن يكون الهدف عبر مجهود فردي يقدر ويحترم عليه كثيرا. محمد نجم، بدر قادرين استخلص كرته، قادرين يلعبها لمن؟ لمحمد نجم، لكن التغطية التطوانية والمجهودات تتواصل للوداد بحثا عن هدف ثاني، والمغرب التطواني الذي لم تكلل جهوده بهدف التعادل. ونحن نصل لدقة 29 من المباراة. كرة تطوانية عدنان بوموس لاعب الارتكاز رفقة نصير الميموني، فيما فريق الوداد وحسين عموته الذي يكتفي ب ابراهيم النقاش اللي ممكن اعتباره لاعب ارتكاز بكامل مواصفات لاعب الارتكاز. ابراهيم النقاش يلعب الى جانب عبد العظيم خضروف اكثر مهاره. كره تطوانيه، حمزه حجي لمحمد ابرهون، تصل مادي الخلاطيه، نصير الميموني 4-4-2، الاعتماد على مواجبين هما الليبيري جيبور والكونغولي اونداما. وهذه كرة تطوانية، حكم يقول واصل اللعب. كانت هناك مطالبة بضربة جزاء لبدر قادرين، كانت هناك مطالبة بضربة جزاء بدعوى أن الكرة لمست يد بدر قادرين. احتجاج الطاقم المساعد والجمهور الحاضر على قرار الحكم رضوان جيد الذي اتخذ قراره واكد على ضروره مواصله اللعب. قال انه ما كانش خطا، اكيد اننا سنتابع الاعاده لما حدث بالضبط في منطقه الجزاء لكي تتضح الرؤيه امامكم. مشات كره تطوانيه، مادي الخلاطي عدنان بوموس لمحمد ابرهون، محمد ابرهون عبر قدم عدنان بوموس لمادي الخلاطية. نتحول تدريجيا نحو نهاية الجولة الأولى، نلعب ربع ساعة الأخيرة. كرة من حمزة حجي لياسين لكحل، ياسين بالمهارة يبحث عن المرور، ياسين لكحل. بدر قادرين مندفع كثيرا، قد يكلف الوداد مواصلة المباراة ب10 لاعبين لو وصل للاندفاع بهذه الطريقة. حماس الشباب، حماس البدايات أمر طبيعي، لازم أنه المدرب يتدخل لتهدئة بدر قادرين. مشات كرة في التماس للمغرب التطواني. من الإعادة كرة أنس جبرون، كان تدخل لبدر قادرين اللي تلقى من خلاله بطاقة صفراء، ما يوضح ما قلت أن هناك اندفاع لهذا اللاعب لتبرير تواجده وللتأكيد على قيمته على كفاءته. لاعب صغير في السن، لاعب ينتظر مستقبل كبير نعم، لكن لازم أنه يتحكم كثيرا في أعصابه. هذه الخبرة مع توالي المباريات سيكتسب خبرات المباريات الكبيرة في البطولة الوطنية، الشيء الذي يحسب لعدد من المدربين في البطولة الوطنية اعتمادهم على لاعبين الشباب. هذا أمر جيد سيخدم منتخبات الفئة السنية وسيخدم مستقبل كرة القدم الوطنية. صعبة لاعب المغرب التطواني، و32 دقيقة والنتيجة هدف لصفر. الوداد متفوق بهدف يساوي ذهبا في هذه المباراة. مباراة لم تحسم بعد، الوداد مقدور أن يسجل أهداف أخرى في مباراة اليوم. ما قلته عن حسين عموته واللي قام به المطالبة بمواصلة اللعب وتحذير بدر قادرين من أكيد أنه يتواصل المكان الذي نتواجد به في ملعب ثانية رمل مدينة تطوان مع الجمهور. الجمهور يطالب بأشياء ربما خارجة عن إرادتنا، وهذه مسؤولية يتحملها المسؤولون عن التنظيم. لازم أقولها مرارا وتكرارا، لازم تحديث ولازم تخصيص أماكن خاصة بالمعلقين في البطولة الوطنية. هذا قوس نفتحه ونغلقه، وكثير لسنوات نتحدث عن هذا الوضع. الجمهور لا يعرف ربما الظروف التي تشتغل فيها الوسائل الإعلام.
خطأ. إبراهيم النقاش يقود الوداد في هذه المباراة. 33 دقيقة من اللعب والنتيجة هدف لصفر للوداد أمام المغرب التطواني. إصابة ياسين الكحل الذي سيعود لمواصلة المباراة رفقة زملائه. كرة من بدر قادرين، أشرف بن شرقي، والكرة في تماس المغرب التطواني. سيكون مجبرا سيرخيو لوبيرا على إشراك لاعب مكان ياسين الكحل الذي يغادر مكرها هذه المباراة، يعوض بمحمد التسولي. عدنان بوموس، مادي الخلاطية للعميد محمد أبرون. مغادرة ياسين الكحل ممكن اعتبارها خسارة للمغرب التطواني في هذه المباراة. كرة ممتازة تجاه نجم، لكن التغطية في محلها في زمانها ومكانها لمادي الخلاطي الذي يتدخل لإبعاد الخطر وإبعاد الخطورة عن دفاع المغرب التطواني وعن مرمى الحارس محمد اليوسفي. ضربة أخرى يتلقى سيرخيو لوبيرا الذي لم يكن يتوقع أنه سيكون مضطرا خلال الجولة الأولى على إجراء تغيير وتعويض واحد من أبرز الأسماء في هذه المباراة. ياسين الكحل، أشرف بن شرقي، ويليام جابور لأشرف بن شرقي. تغطية من دفاع المغرب التطواني، أمين العطوشي مع الحارس زويل العروبي لأمين العطوشي. إبراهيم النقاش، أمين العطوشي اتجاه ويليام جابور. كرة لمحمد نجم، مشات كرة من الطرف الأيمن ودادية من الجانب للوداد الرياضي. ويليام جابور ممتاز، جابور يبحث عن المراوغة ويليام، لكن التغطية لدفاع المغرب التطواني. أكيد أنها مباراة لا بأس بها خلال الجولة الأولى، ليس بالإيقاع الذي كنا نتمناه وتوقعناه منذ انطلاق المباراة. رضوان جيد الذي يقود هذه المباراة بيد من حديد، ولو أنه كانت مطالبة في كرة سابقة بضربة جزاء لفريق المغرب التطواني يقال فيها أنه ما كاينش ضربة جزاء. 36 دقيقة والنتيجة هدف لصفر للوداد، وإنذار لعبد اللطيف نصير. مشات كرة في منطقة الجزاء، دي كرة من زهير نعيم، كم يقول واصل اللعب عبد اللطيف نصير. ويليام جابور، تصل الكرة للبديل محمد التسولي يلعب كورته، تغطية من محمد رباح أو يوسف رباح المدافع الأوسط الذي تعرفنا عليه بشكل كبير في كأس العالم لشباب سنة 2005 لما كان قائدا لدفاع المنتخب الوطني. مدافع للفتح الرباطي يوسف رباح. عبد اللطيف نصير، مشات كرة ضربة مرمى للحارس زويل العروبي. 8 دقائق وتنتهي الجولة الأولى والوداد متفوق بهدف لصفر. زويل العروبي الذي اختبر في كرتين خلال الجولة الأولى، تعامل بكثير من الكفاءة مع أصعب كرات المغرب التطواني خلال الجولة الأولى من هذه المباراة. هذا ويليام جابور لعب كرة، نقيسي ينضم في المتابعة وتصل للحارس محمد اليوسفي. كرة من جديد نصير الميموني، زيد كروش لمحمد أبرون، حمزة حجي، زيد كروش
تصل لعدنان بوموس، انطلاقه للمغرب التطواني من الطرف الايسر. المغرب التطواني عنده رغبه لصنع لعب للتقدم عبر الاطراف، لكن يعلم جيدا تواجد اسماء من قيمه بن شرقي ومحمد نجم. يوسف رابح كان مضطر لابعاد الخطر من منطقه الجزاء. ضربة سوية للمغرب التطواني في تنفيذ زيد كروش. كرة والمتابعة من محمد أبرون. عبد العظيم خضروف في الإبعاد، في توظيف جديد لهذا الرجل عبد العظيم خضروف كلاعب خط وسط دفاعي. كرة من جديد لمحمد التسولية. زهير نعيم للتسولية، والكرة في تماس الوداد لبادر كادرين. جماهير الوداد التي تنقلت بالمئات لمدينة تطوان، ما يقارب 400 مناصر ودادي في ملعب سنية رمال لمساندة الوداد الذي يجتاز مراحل صعبة في سباق مثير نحو الفوز بلقب البطولة الوطنية. ولو أننا في الثلاث جولات الأولى من مرحلة الإياب إلى أنه نقاط تساوي ذهبا، وغنيمة نقاط قد تنفع في أيام الشدة وفي الأيام التي تشتد خلالها الظروف على الأندية الوطنية. يتعلق الأمر بالجولات الأخيرة. كرة من حمزة حجي، تسولية، نصير الميموني. كرة للمغرب التطواني، إمكانية للمغرب التطواني. أنس جبرون ضاعت منه الكرة، يستعيد أنس. مشاهد الكرة في تماس لحمزة حجي. عدنان بوموس يعيدها لمادي الخلاطي. هل ستتغير أشياء كثيرة خلال هذه الجولة، أم أن المباراة والجولة ستسير نحو النهاية بتفوق الوداد بهدف؟ هذه كرة من تسولي للمغرب التطواني، ينتظر قدوم الدعم، يعيدها لمحمد أبرون. وداد خطير في الكرات المرتدة السريعة، بالخصوص محمد نجم وأشرف بن شرقي. نصير، محمد أبرون، اتجاه عدنان بوموس. حمزة حجي، مغرب التطواني مضطر لإرجاع الكرة للمنطقة الخلفية. كرة من سيد كروش لعدنان بوموس. عدنان بوموس مشى بكرته عدنان من الطرف الأيمن، مرر لكن تدخل إبراهيم النقاش لأشرف بن شرقي. الانطلاقة من أشرف، هناك انطلاقة أخرى لويليام جيبور، الحكم يقول خطأ للوداد. أجمل ما تابعنا خلال الجولة الأولى هدف الوداد، وكذا أنس جبرون الذي كان قريبا من تسجيل هدف لولا تألق الحارس زهير العروبي. محمد نجم، حكم يحاول الحفاظ على الهدوء الذي يطبع هذه المباراة. احتجاج إبراهيم النقاش على رضوان جيد. حكم يأمر نجم بالعودة لمواصلة المباراة. ستكون هناك بطاقة أيضا للاعب المغرب التطواني، لأنه كانت هناك حركة زيد المباراة تسير في جو ممتاز جدا، بالتالي لازم الابتعاد على الاندفاع الذي قد يكلف اللاعبين تلقي بطائق لن تخدم مصالح النادي ولا اللاعب. دقيقتان ونصف فقط عن نهاية الجولة الأولى، والنتيجة هدف لا صفر. وبطاقة صفراء لحمزة الموسوي.
لاعب المغرب تطواني الذي يتلقى البطاقة. في انتظار جولة ثانية أكثر إقناعا وجولة ثانية أكثر متعة وأكثر فرص. الجولة الأولى اللي تابعنا فيها ربما ربع ساعة كانت مستوى محترم نسبيا، لكن بعد ذلك أكيد طريقة اللعب بالوداد مصعبة كثيرا المأمورية على فريق المغرب تطواني، وغياب قناص بخط هجوم المغرب تطواني كلفه وتضييع فرص قد يندم عليها إن لم يستثمر الدقائق المقبلة بشكل يخدم مصالحه، والذي يستقبل في هذه المباراة على أرضه أمام ناصريع. كرة مشات تطوانية، تدخل دفاع الوداد، بدر قدري اتجاه ويليام جبور، لم يتوصل بكرات كثيرة خلال المباراة. زهير نعيم، ضربة خطأ تطوانية. زيد كروش وصل من جديد محمد تسولي، تسولي ممتاز جدا، لكن سهيل عروبي مرة أخرى يتخذ قرار جريء بالخروج وقطع الكرة من أمام رؤوس، أكيد أنها تحل لتسجيل الهدف الذي يغيب لحدود هذه الدقيقة. عدنان بوس اتجاه حمزة المساوي لزيد كروش، حمزة حج والانطلاقة، مرر الكرة ممتازة جدا تسولي، وأمين العطوشي يختار الوقت المناسب للتدخل وإبعاد الخطر عن المنطقة الدفاعية للوداد. كرة في منطقة الجزاء، زيد كروش كان بإمكانه مرة أخرى أن يسجل هدف التعادل. كرة لبدر قادرين، أشرف بن شرقي، كرة في تماس الوداد ودقيقتين كوقت مضاف في الجولة الأولى من مباراة الوداد والمغرب التطواني التي تسير نحو نهاية جولتها الأولى بنتيجة هدف-0 للوداد، الهدف الذي سجل منذ الدقيقة الرابعة، هدف كنا نتوقع أنه سينعكس إيجابا على مردود الفريقين لتقديم مباراة من المستوى العالي، لكن اتضح على أنه أهم شيء في هذه المباراة هو النقاط بغض النظر عن النتيجة وبغض النظر عن المردود الفني المقدم. ما يهم سيرخيو لوبيرا ولا حسين عموتة هو النتيجة، بعيدا عن الإقناع وبعيدا عن المهارة والمتعة التي لم تجد لها مكانا في هذه المباراة منذ انطلاقتها. ضربة خطأ تطوانية ونحن نلعب الدقيقة الأولى من الوقت المضاف، آخر فرص الجولة الأولى. كرة تيجان جيسيون ضم فابريس للحارس محمد اليوسفي، كرة من محمد آبرهون، حمزة حجي، تصل الكرة لعدنان بوموس، نصير الميموني من الطرف الايسر، زهير نعيم ينطلق، لكن حكم هذا المرة ينصف المغرب التطواني ويمنح ضربة خطأ على بعد ثواني من نهاية الجولة الأولى. المغرب التطواني شهد كثيرا بحثا عن هدف التعادل، لكن كل شهاداته اصطدمت إما حارس مرمى بخبرات كبيرة اسمه زهير العروبي أو خط دفاع ودادي تعامل بكثير من الجدية مع كرات المغرب التطواني وأبطلها وأبطل مفعولها. ضربة خطأ للمغرب التطواني، آخر فرصة قبل الصافرة الختامية للجولة الأولى من مباراة المغرب التطواني والوداد. مشت كرة للمغرب التطواني في يد الحارس زهير العروبي، ورضوان جيد يعلن عن نهاية الجولة الأولى بنتيجة هدف-0 على أمل لقائكم مع انطلاق الجولة الثانية. لكم مني ألف تحية.